الجملة المشهورة بتاعة الاهتمام ما بيطلبش، الاهتمام ما بيطلبش، ما حدش يطلب الاهتمام، انا ما اطلبش الاهتمام الا لما هو يجي لوحده. هو الفكرة في الاهتمام ما بيطلبش دي ان هي انت لو مش عايز تطلب الاهتمام فده معناه انك انت حاجة من 4 حاجات. اول حاجة انك مش عايز اصلا اهتمام، فبالتالي مش هتطلب الاهتمام ودي ملناش دعوة بيها. تاني حاجة انك تكون حاسس ان الاهتمام ده لما تطلبه بيقلل من قدرك او بيجي على كرامتك، وانك ما ينفعش تطلب انه تقول لحد انا عايز اهتمام، وده غلط. لان اللي بتحبه تقدر تروح تسأل منه الموضوع ده عادي خالص، تقول له تطلب منه يا جماعة يا فلان يا علان يا فلانة يا علانة انا محتاج كذا وكذا وكذا وكذا، طالما بتحبها او بتحبيه او العكس، يعني ظبطوا الضماير مش مشكلة. اوكي، فالاهتمام بيطلب من اللي بتحبوه عادي خالص، مش معناه انك بتقلل من قدرك ولا من كرامتك والكلام ده، لا الكلام ده مش صح، غلط. لازم يبقى فيه تواصل، ولازم يبقى فيه الناس تقول لبعض، حتى الاصدقاء، انا مش بتكلم بس على الازواج، الاصدقاء يقولوا لبعض، الاقارب يقولوا لبعض، اوكي، طالما في ود وفي حب. او تكون انت عايش في دور المحقق كرومبو، فانت عايز تقفش الشخص وهو مش مهتم، وده طبعا يعني زي ما انتم شايفين خلق مش لطيف، انك انت تبقى قاعد مستني حد انت عارف انه ما عندوش مهارة انه يبين اهتمامه بالشكل اللي انت عاوزه، وتفضل مستنيله على الواحدة عشان تقوله او تقول لها انت مش مهتمة او انت مش مهتم. طب ما ناخدها من قصرها ونروح نقول للناس اللي احنا عايزينه خلاص. او تكون انت قررت بقى الطلب كتير جدا، فبالتالي صح انت عندك حق، الاهتمام ساعتها ما بيطلبش، لانه طالما انت قررته كتير قوي وقلته بوضوح، اهم حاجة انك تكون قلته بوضوح جدا، فبالتالي يبقى ده معناه ان الشخص يا اما خلاص ما فيهوش امل هوبلس كيس، يا اما هو مش مهتم، فنسيبه بقى خلاص، ونحاول ان احنا نتعايش مع فكرة ان احنا موجودين من غير اهتمام بس. فالاسطورة بتاعت الاهتمام ما بيطلبش دي يا جماعة سيبوها بقى، سيبوها، لا اطلبوا الاهتمام عادي، الاهتمام بيطلب من اللي احنا بنحبه. يلا مع السلامة.